السلام عليكم، تحية طيبة لجميع التلاميذ والتلميذات، من أن تكونوا بخير إن شاء الله. معكم أستاذ بدر أمغران، مادة التاريخ والجغرافيا. إذا أتمنى لكم التوفيق والنجاح والمزيد من التفوق والنجاح بإذن الله. هاد لا فيديو هذه موجهة لتلاميذ ثانية بكالوريا آداب وأولى بكالوريا علوم رياضية واقتصادية وعلوم تجريبية. جيد. إذا أين ممكن أن يتم وضع هذه السنة السؤال المقالي؟ واش مادة الجغرافيا أو لا في مادة التاريخ؟ إذا مجموعة من التلاميذ كيسولوا: أستاذ داك العام حطوا تاريخ، هذا العام جغرافيا. أستاذ داك العام حطوا جغرافيا، هذا العام تاريخ. إذا فين المشكل؟ يعني فين ممكن غتحط هذه السنة هذه وفين غتحط؟ صافي. إذا غنطلب منكم أنكم تبقاو معايا إن شاء الله لخد هاد لا فيديو هذه، وإن شاء الله تعالى غادي نحاول ما أمكن أننا نعرفوا فين غتحط المقاله هاد السنه هذه وكيفاش غنجاوب عليها وكيفاش غنخدم على هاد المقاله هذه. جيد. اذا اول حاجه، الا عجبتك لا فيديو ما تنساش تنخرط معنا في القناه، تفعل زر الجرس باش دائما يوصلك الجديد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الا كان شي مشكل في هذه الماده هذه وبغيتي انك تبريباري مزيان، خاص الناس تاع الجهوي، مالك الا انك تنخرط في عرض النجاح بثمن رمزي، التفاصيل ديال العرض راه كلها كاينه هنا اسفل لا فيديو. ومرحبا بك. صافي. الناس اللي كيسولوا على الشرح ديال جميع الدروس، سير البلاي ليست ديال الاستاذ بدر امغران في هذه القناه هذه، غتلقى تما شرح ديال الدروس كاملين، كيفاش تعلم تكتب سؤال مقالي، جاوب على اسئله الوثائق وكلشي. صافي. اذا دابا اجيو نبداو على بركه الله نخدموا. الا جيتي عندي القناه عندي في اليوتيوب، غتلقاني انا في البلاي ليست درت لك واحد لو دوسي تما، صحيت لك الامتحانات الجهويه من 2019 حتى 2022 للناس تاع الباك ليبر والناس والتلاميذ العاديين. صافي. خاصنا الناس الجهوي. صافي. غتلقاو كلشي غتلقاوه تما. صافي. دخل وتعلم كيفاش تكتب سؤال مقالي. جيد. نجيو دابا نشوفوا فين غتحط هاد السنه المقاله. دابا العام اللي فات تحطات المقاله في ماده الجغرافيا. هاد السنه هادي غتحط المقاله في التاريخ. هذا هو المنظور ديال مجموعه ديال التلاميذ، وهذا نظريه خاطئه. شكون واقعي ونعطيك الادله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، وراه قال لنا الاستاذ راه هذا العام المقاله غيحطوها في التاريخ اولا في الجغرافيا. شوفوا ولدي، شوفوا بنتي، كذوب. علاش؟ حيت اللجنه اللي كتصوب الامتحان راه ما كيديروش السوايع الشريف، راه ما كيديروش لي كور. الناس اللي كيديروا اللي كيختاروا الامتحان راه مفتشين كبار الى غير ذلك، وكيسهروا كيكونوا محطوطين تما. خاصكم عارفين هذه القضيه هذه. اذا اللي كيقول لك لا هذا الامتحان فين غتحطوا هذا راه كيقمر. الا جابها لاصقه راه غيدير بها البوز، والعام الجاي غادي يخدم عليها، غادي يخدم على العام الجاي في السوايع. فهمتيني؟ الا ما جابهاش كيتفرش، ولكن التلميذ هو الضحيه. التلميذ هو الضحيه. اذا هذاك الشيء علاش انا في هذا لا فيديو ديالي اليوم جيت باش نوضح لكم فين غتحط المقاله، يعني فين من المحتمل انها غتحط هذه المقاله هذه. اول حاجه، انا المقاله كنظن انها غتحط في ماده التاريخ وفي الجغرافيا. علاش؟ حيت هنايا اللي كيتفرج في هذا لا فيديو هذه الناس من جميع جهات المغرب، 12 جهه، وكل جهه وامتحان جهوي ديالها. العكس ديال الوطني كيدار امتحان واحد في ماده الاجتماعيات. اذا اسمعني مزيان. اول حاجه خصك تعرفها ولدي ابنتي، ان المقاله سواء في التاريخ سواء في الجغرافيا راه كيحطوا الموضوع المقالي الاولاني على الدروس تاع الدوره الاولى. الدروس ديال الدوره الاولى. ها واحد. جوج، المقاله الثانيه كتكون على دروس الدوره الثانيه. يعني ان الدروس ديال الدوره الاولى كاينين في المقاله الاولى، والدروس تاع ديال الدوره الثانيه كاينين في المقاله الثانيه. فهمتي دابا البلان ياك؟ بلا ما نزيد نوضح لك. الله يرضي على ولدي، الله يرضي على بنتي، برافو. زيد. ثانيا، مني انا كنبغي نبريباري الدروس ديالي ووريتكم في الفيديو اللي قبل من هذا كيفاش تبريباري، ووريتكم كيفاش تحفظوا الدروس ديالكم. وشنو قلت لك؟ قلت لك عليك ان تحفظ وتضبط دروسك على شكل محاور. محور اوروبا في 4 دروس، محور المغرب في 3 دروس، والمشرق العربي درس واحد. هذا بالنسبه لماده التاريخ. بالنسبه لماده الجغرافيا عندنا التنميه، الى حيدناها كنلقاو محور ديال المغرب والعالم العربي في 4 دروس،
وإلا مشينا للمحور الثاني غنلقاو القوى الاقتصاديه العظمى في العالم. شحال فيها منظر؟ فيها ثلاثه: امريكا، الاتحاد الاوروبي، الصين. هادو كيتحطوا مجموعه من الاخوان. فهمتوني؟ يعني انا ملي بغيت نحفظ دابا الدروس ديالي نحفظهم على هذا الشكل، هذا المحاور اللي وريتكم انا دابا مزيان. نجيو دابا للمقاله. بحال دابا العام اللي فات في جهه الدار البيضاء 16 حطوا المقاله في ماده الجغرافيه. اذا هذا العام غادي يحطوها في التاريخ، ياك 100% مضبوطه هذه. لا، نقول لك علاش. رجع معايا للامتحان الجهوي ديال 2021 و2020 و2019. اش غادي نلقاو؟ 3 سنين متتاليه كيحطوا المقاله فين كيحطوها في التاريخ. فهمتيني؟ يعني ممكن هذا جهه الدار البيضاء، ما جهات اخرى حتى هما راه فيها كاين بعض الجهات كيديروا هذا العام تاريخ، العام جغرافيه، ولكن ما كيجيبوهاش لاصقه. اذا انا نصيحتي للتلاميذ اللي بغاو يتاكدوا 100% يشوفوا الجهه ديالهم، يشوفوا الجهات اللي كينتميو ليها، وياخذوا الجهويه تاع 10 سنين الاخرى، ويشوفوها كيفاش كانت. واش كانت تاريخ جغرافيه، او لا كانت مرونه. الا كانت مرونه، هاد النظريه ديال عام تاريخ عام جغرافيه حيدها، الله يرضي عليك، حيدها، ما كايناش. فهمتيني؟ الا لا كانت تظهر. وحاجه اخرى قلت لكم، راه الا قال لكم شي واحد ها فين كتحط الامتحان او شي حاجه، راه كذب عليكم. فهمتيني؟ خاص يكون من ديك اللجنه اللي كتختار الامتحان، كتحط الامتحان. فهمتيني؟ انا استاذ خدام، نعم، صوبت مقترح ديال الامتحان الجوي ديال السنه هذه بالنسبه لجهه الدار البيضاء 16، ارسلته الاكاديمي، ارسلته النيابه الاكاديمي. ولكن واش غير انا الاستاذ الاجتماعيات اللي كاين في كازا كامله؟ لا، كاين مجموعه من الاساتذه، الله يرحم لهم الوالدين، ومفتشين حتى هما، واساتذه كبار الله يرحم واحد قراونا وعلمونا بزاف د الحوايج. اللجنه كتجي كتحطوا دوك المقترحات كامل، الاساتذه كيتحطوا تما. راه مثلا على واحد 200 مقترح، اللهم بارك، وهما كيعزلوا مقترح واحد كيكون زوين في متناول التلاميذ، كيحترم الاطار المرجعي والنهج التاريخي والنهج الجغرافي، وكيعزلوه وكيحطوه. فهمتوا دابا البلان؟ دابا انا شرحت لكم كل شيء فيما يخص المقترحات ديال المقال ديال هاد السنه، وفين غتحط المقال هاد السنه هادي. صافي؟ اذا ما تنساوش، الله يخليكم ملاحظه اخرى، حفظوا جميع الدروس، وخاصه الدروس الاخرين باش غدوزو فيهم الفرد دابا. فهمتيني؟ الدروس الاخرين علاش؟ غتكون بريباريتيهم وبريباريتي الدروس الاخرين، وما تحفظش 4 الدروس، الله يرضي عليه، ولا الله يرضي عليه، حفظ 6 ديال الدروس الاخرين. حفظ محور المغرب كامل والقوى الاقتصاديه العظمى كامله كلها. صافي؟ عاد رجع للور وحفظ محور اوروبا كامل، وعاد زيدو محور المغرب في الجغرافيه كامل. عاد ديك الساعه سير اكيد غتلاقى مع شي حاجه هنايا في الامتحان الجهوي وحتى في الوطني تاع البكالوريا. صافي؟ المهم كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساوش تخدموا مقاله في كل درس ديروا ليه مقاله ديالو، كما كنخدم انا مع اصحاب العرض، الولاد ديال العرض نفس الطريقه، كل درس كنديروا له المقاله ديالها. علاش؟ باش ما يتصدمش بشي سؤال. صافي؟ اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، والله يكمل لكم بالخير. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم ومع جميع الناس اللي كيقراو في السيزيام وفي البكالوريا، وراكم عزاز، وتحياتي لكم. باي.